مساء الخير ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه بسكوي غولي بالمعجون. هاد الوصفه بزاف هايله. البسكوي تاعنا راح يجي خفيف وما يسحقش نشربوه. ان شاء الله هاد الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وان شاء الله راكم رايحين تنجحوا فيه. ما نطولش عليكم، نروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير تاع هاد البسكوي. بالنسبه للمقادير، عندي ملعقه كبيره تاع الزيت مع غرفه كبيره تاع الماء، وهذا هو السر باش يجيكم خفيف. وعندي 4 حبات تاع البيض، وكاس ناقص صباع تاع السكر، وكاس ناقص صباع تاع الفارينه، غرفه صغيره تاع لافاني، ونص كيس خميره الحلوى، وعندي رشه تاع الملح. اول حاجه راح نكسر البيض تاعي اللي قلت لكم 4 حبات تاع البيض، نزيد رشه تاع الملح، ونبدا ندرب في البيض تاعي بسرعه منخفضه. نزيد السكر، قلت لكم كاس ناقص صباع تاع السكر، ونبدا نزيد في السرعه هكذا. هنا راح نزيد ملعقه صغيره تاع لافاني، واللي هنا راح ندير يعني لا بودغ تاع لافاني، واللي عندها ليكيد تقدر دير ليكيد. ونكمل نزيد في السرعه حتى يولي اللون تاعو ابيض، وشوفوا شغل يولي شويه ثقيل. نتوقف. راح نزيد ملعقه كبيره تاع الزيت مع ملعقه كبيره تاع الماء. هذه الملعقه كبيره تاع الماء هي اللي راح تعطيني هذيك الخفه في البسكوي غولي تاعي. راح نزيد كما شفتوني يعني دخلت غير بلا سباتول هذاك الزيت والماء، ونزيد كاس ناقص صباع تاع الفارينه مع نص كيس تاع خميره الحلوى، ونخلط غير بالعقل من التحت للفوق، غير بالعقل باش ما يهبطلناش البيض هكذا. كمل كامل الكميه تاع الفارينه. كما شفتوني راني غربلتها الفارينه. شوفوا دخلت مليح الفارينه في هذاك البيض. دوكا نجيب السنيوه تاعي اللي درت لها بابي كويسون، ونفرغ الخليط تاعي ونسقمو كامل بهذه الطريقه، بهذا الاعداد، ولا تقدروا مم بالمغرفه. وندخلو يطيب على درجة حرارة 180 درجة مدة 10 دقائق فقط لا أكثر. يعني شعلت له من التحت 5 دقائق، ومن بعد زدت له من الفوق 5 دقائق. بالك والبنات تغفلوا عليه باسكو راح تم يتحمر. شوفوا راني نعاون هاد الاطراف نحيهم قبل بالموس، باسكو لو كان تروحوا ديريكت تنحوا بابي كويسو راح يتكسر لكم. هكذا نقلبوا. هنا شفتوني درت هاد الطرشونه تاع المطبخ، ولا ديروا بابي كويسون واحد اخر. ونبدا نحي في لو بابي تاعي. لازم تنحوا قبل الاطراف بالموس كيما قلت لكم، باسكو سينون الا نحيتو ديريكت يتكسر لكم. بعد ما نحيتو حنعاود نقلبو في هذه الجهه، باسكو هنا اللي راح ندير الطبقه الفوقانيه هي اللي نديرو فيها المعجون. هكذا ندير كامل المعجون تاعي. هنا ديروا اي ذوق حبيتو، انا درت مشماش، بيتو ديروا فخاز كيما حبيتو. نبدا نروليه بهذه الطريقه بالعقل. من بعد يعني ندور عليه هاد الطرشونه باش يحكم الشكل تاعو. هنا نعاود نحطو فوق بابي كويسون، ونبدا نرش عليه من الفوق بالسكر الناعم سكر غلاس. ندير طبقه مليحه. هاوليك البسكوي راح نحيله هنا هذوك الحواشي، نبدا نقطع فيه بهذا الشكل. بعد ما نكمل نقطعو ندير له رشه خفيفه تاع السكر الناعم، ونقدمه بهذه الطريقه. هاوليك البسكوي تاعي البنات، نورمالمون الصوره كما يقولوا راهي تعبر عن نفسها. يجي خفيف هايل، تحسبوه كيما ينشروه من برا. ان شاء الله هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله رايحين تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ميران ريسيبيز. ما بقى لي نقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو في الوصفه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.